عندي حل ليك وحيد عشان تقدر تلتزم بالجدول بتاع الجيم او تلتزم في حياتك في العموم. اول حاجة لازم تعرفها ان انت مش لازم تظبط المهام بتاعتك او امورك اليومية على افضل حال. يعني انت دلوقتي لو شايف مثلا نفسك تقدر تتمرن في الجيم 7 ايام، خليهم 4 ايام. ولو شايف ان انت تقدر تذاكر مثلا 6 ساعات او 7 ساعات، خليهم ساعة او ساعتين. الفكرة بقى هنا فيك لما تيجي تنجز الحاجة البسيطة اللي انت حطيتها لنفسك دي، هتحس بنشوة الانجاز والانبساط بتاع الانجاز، والدوبامين هيعلى عندك. فممكن اصلا تلاقي نفسك عملت الحاجة اللي هي الكبيرة اللي انت ما قدرتش تعملها في الاول اصلا. فممكن طبعا تلاقي شوية الدوبامين اللي انت خدتهم دول هيحمسوك فهيخلوك تكمل شغل عشان تاخد دوبامين اكتر، وهكذا. الجزء التاني طبعا واللي هو الاصعب، اللي هو انت حاطط جدولك ومظبط جدولك في اليوم بتاعك، وفجأة حصل لك دروب. يعني مثلا جالك ضيف عطلك عن تمرينك، جالك ضيف عطلك عن القراءة اللي انت عايز تقرأها، جالك ضيف عطلك عن المذاكرة اللي انت عايز تذاكرها، حفظك للقرآن مثلا، فبوظ لك طبعا التخطيط اللي انت كنت عامله. فبتلاقي معظمنا بيحس ان الدنيا باظت، اتلخبط، مش هيعرف يكمل، بيوقف، بيقول هبدأ من بكرة، وهكذا. وفي الحقيقة ده طبعا شيء سخيف جدا جدا لأبعد مدى. يعني هديك مثال بسيط جدا كده. تخيل انت فاتح جوجل مابس، وانت دلوقتي اديته الخطة اللي انت عايز تروح لها او المكان اللي انت عايز تروحه، وفجأة غيرت او زودت يوتيرن مثلا، او فوتت يوتيرن، او فوتت دخله وكملت. هل هو هيقول لك خلاص كده بقى روح او ارجع تاني الخطه باظت؟ لا، هو هيبحث لك على حلول، يعني هيبحث لك على طريق تاني بديل. هو هيكون اطول شويه او هيكون اصعب شويه، بس هتعرف، بس هيجيب لك حلول وهيجيب لك حل. ده بقى اللي انت لازم تعمله لو في حاجه حصلت لك في يومك مثلا وبوظت لك الجدول، بوظت لك يومك، بوظت لك افكارك، بوظت لك حياتك. لازم تقعد مع نفسك تفكر ايه اللي هينفع اعمله في الوقت الباقي ده. مش هتروح موقف وتقول هكمل من بكره. هديكم مثال. مثلا شخص النهارده بوظ الدايت مثلا، فلا انا مش هروح التمرين النهارده عشان انا خلاص بوظت الدايت، هبدا بقى من بكره او هبدا من اول الاسبوع الجاي. لا، ابدا من دلوقتي وكمل على الغلطه اللي انت عملتها او الدروب اللي انت وقعت فيه، كمل عليه. فخليها مهما حصل ان انت تقدر تعصر اكبر قدر من الفايده من يومك ده، بدل ما يضيع على الفاضي كله. نقطة برضو مهمة بسيطة صغيرة كده، حاول ان انت على قد ما تقدر مهامك اليومية تكون قليلة مش تكون كتيرة. يعني ظبط مهامك بحيث ان هي تكون مهمة واحدة ولها فروع. يعني عادي تكون لها فروع بس هي مهمة واحدة في الاصل. وعلى اقصى تقدير طبعا يكونوا 3 مهام بس. فكرة مهمة واحدة دي بتخليك تركز على قد ما تقدر على الحاجة دي وبتطلعها بأقصى استفادة. هي ممكن تلاقيه لها كذا مهمة فرعية من الجناب، بس في الآخر هتكون مهمة واحدة. هديك مثال. المهمة بتاعت اليوم النهاردة ده تصوير الفيديو. تصوير الفيديو ده مثلا بمنتجه، بقصه، بظبطه، بظبط الصوت، بظبط الاضاءه، بظبط التصوير ذات نفسه، بظبط كل حاجه. ودي مهمتي اليوميه. في بقى شويه فروع مثلا لو انت على اليوتيوب بنزلها على الشورتس وبنزلها على الفيسبوك برضو كريلز وعلى الانستجرام برضو. فدي مجرد مهام فرعيه. في حاجة زي برضو التمرين ممكن أتمرن، فحاجات كلها بتتمحور حول الحاجة الوحيدة اللي هي إيه، إن أنا لازم هنزل الفيديو ده كل جمعة. ولكن لو أنا مثلا عملت مهامي اليومية اللي هو أخلص الفيديو ده وآخد كورس مثلا إنجليزي، وآخد كورس تاني في حاجة تانية أو في مجالي في مجال التدريب، وآخد مثلا وأروح أحضر دورة أو ندوة، هل أنا هحس بالإنجاز لو أنا عملت حاجة؟ لا، أنت أصلا مش هتعرف تنجز حاجة، وهتحس بالإحباط. لو أنت اشتغلت على حاجة واحدة هتحس بالإحباط من ناحية الكام حاجة التانية. فمش بعيد طبعا إن أنت تنتكس فيهم كلهم. فأنت حاول بقدر الإمكان يومك يكون مركز على هدف واحد بس أو 3 بالكتير. وطبعا الأهم من كل ده، حاول تحافظ على التمرين. اتمرن عشان ده اللي هيظبط دماغك وهيخليك تعرف تنجز في باقي المهام بتاعتك. وطبعا لو وصلت لهنا ما تنساش السبسكرايب واللايك، وسهلة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.